السلام عليكم أحبتي متابعي قناة كارتون شو. عندنا هذا الدرس قد يختلف عن الدروس السابقة. درسنا هذا اليوم عن صناعة فيلم كرتوني. كيف تبدأ فيلمك الكرتوني الأول؟ قبل الشروع بالفيلم الكرتوني لازم تراعي بعض الملاحظات. من هذه الملاحظات اللي ثبتناها: من أي نقطة تبدأ؟ لابد من التخطيط للفيلم طبعا. ما الفكرة التي تود إنجازها؟ ما الهدف من المشروع أو الفيلم؟ أي البرامج تحتاجها لتنفيذ الفيلم؟ ما الجهة المستهدفة من الفيلم؟ بعد أن تضع إجاباتك على تلك الأسئلة تبدأ أول خطوات إنتاج الفيلم، وأول الخطوات كتابة السيناريو. وهنا لابد أن تراعي بعض الأمور، منها أن يكون السيناريو بسيط وقابل للتنفيذ، أن تكون هناك خطوط لتنمية الشخصيات، أن لا تكثر من شخصياتك، أن يكون الحوار موجز باستثناء الأفلام الدرامية الطويلة مثلا، أن لا يتجاوز الفيلم 15 دقيقة، لأن المشاهد وخاصة المستهدف إذا كان صغيرا يود أن يرى أفلاما قصيرة. بعدين تفريغ السيناريو بحسب المشاهد، تحديد الشخصيات الرئيسة وتصميمها بأحد برامج 3D، تحديد البيئة أو اللوكيشنات لكل مشهد ووضعه ببروجكت خاص حتى ترجع له، وضع مخطط للكاميرات المستخدمة في المشاهد وحركتها، أيضا اختيار الموسيقى والمؤثرات الصوتية. بدرسنا هذا راح نستخدم برنامج آيكلون مع بعض البرامج المساعدة، الفوتوشوب، البريمير والأفتر إفكت وغيرها من البرامج اللي قد نحتاجها. نجي إلى السيناريو. وضعنا سيناريو بسيط. السيناريو يقول: لص يدخل بيتا بقصد السرقة، يسير بحذر، يفتح الغرفة الأولى ويجدها فارغة من كل شيء، يفتح الغرفة الثانية ويجدها كما الأولى، يفتح الغرفة الثالثة ويتفاجأ بصاحب المنزل يشهر عليه مسدسة ويطلق عليه النار، قطع أظلام. هذا هو السيناريو اللي راح نشتغله بهذا الفيلم التعليمي. خلوكم ويانا وخلنا نفتح صفحات البرامج اللي راح نستخدمها بالآيكلون وغيرها. اليوم راح نعمل مشروع كامل لفيلم كرتوني. طبعا استخدمنا بهذا المشروع 3 أنواع من الإضاءة و8 كاميرات يعني مختلفة وشخصيتين، واستخدمنا أيضا انتقال 12 انتقالة بين الكاميرا والأخرى. نفتح برنامج الآيكلون وراح نجيب واحدة من الشخصيات طبعا، وهي راح تكون الشخصية الثانية. نروح الكاركتر، نروح نبحث عنها. احنا طبعا هذه الشخصية هي شخصية جاهزة راح نستخدمها، موجودة بالكوستيم، احنا محافظينها. دائما شخصيات اللي نريد نشتغلها نخليها بالكوستيم. راح نجيب شخصية هذا الجندي، هي شخصية جاهزة وكاملة وما تحتاج أي شغلة إلا شغلات بسيطة. احنا بعدين راح نستخدمها افتر افكت او بالبريمير. هذه الشخصية جاهزة وكاملة وموجودة بالكوستم. طبعا كل شخصياتنا نحاول ان نخليها بالكوستم حتى نحفظها لمشروعنا الى ان يستمر المشروع ونكمله ونصدره ويكمل الفيديو. بعدين عود نتصرف بالشخصية، بس احنا نبقي هذه الشخصية، ما راح نجر عليها اي تغييرات. هذه الشخصية نخفيها ونجيب الشخصية الأولى. هاي الشخصية الثانية طبعا هي راح نجيب الشخصية الأولى الأصلية، يعني اللي هي البطل، نفس الطريقة. بس احنا نحاول أن نجيبها من الكاركتر، وهي شخصية همينة جاهزة، لكن راح نجري عليها بعض التغييرات. الآن نجي للشخصية الثانية. ناخذ الشخصية الثانية طبعا على نفس طريقة الشخصية الأولى. نروح الكاركتر، بنافذة الكاركتر بالآيكلون ونجيب شخصية. احنا راح نجيب شخصية
جاهزة، لكن الإكسسوارات نضيفها عليها، أو مكملات الشخصية. تعرف إن الأيكلون يعني مثلا هسه احنا أخذنا هاي الشخصية وهي شخصية كرتونية، يعني مو واقعية، بلا أعين ولا لانات ولا يعني حواجب ولا أنف أو خشم بالعراقي. هذه راح نضيف لها هذه الشغلات، نضيف لها. نجي طبعا موجودة هي بنفس الكاركتر هذا، تيجي إضافة كاركتر معين مع الإكسسوارات الخاصة به، سواء كانت أجزاء من الجسم أو شغلات أخرى، يعني مثلا إكسسوارات خارجية، ملابس ما ملابس وغيرها. طبعا احنا راح نشتغل بهذا الدرس فيلم كرتوني مثل ما قلنا، ومثل ما قلنا بالمقدمة ان هذا الفيلم قصير جدا. احنا نحاول ان نخليه ما يتجاوز دقيقتين او اقل، نشوف شقد نقدر نسوي. المهم هذه الشخصية سويناها شخصية كملت، يعني خلينا لها الحواجب والعيون والذان والخشم، يعني كملناها. بس اكو شخصيات اخرى ممكن تلقاها جاهزة كاملة يعني. بس انا فضلت ان ناخذ هاي الشخصية الكرتونية، لان ذيك شخصية كرتونية اخرى حتى كنت تنسجم مع الشخصيتين مع الاختلاف بالطولة. هسه راح نضيف واحد من الاكسسوارات اللي ذكرناه احنا بالسيناريو، يعني احنا نمشي على ضوء السيناريو. مثلا لايت، بالسيرش نكتب لايت وراح نبحث، لقيناه هو هذا اللايت، راح نجيبه. هذا اللايت طبعا يحتوي على كنترول. هسه اول ما يدخل هذا الكنترول، هذا اللايت هسه صار في منطقة الزيرو. نحاول ان نرفعه ونخليه يعني بالايد، يعني تقبض عليه الأصابع ونخليه مع الإيد، نشوف الحجم ماله حجمه جيد، نخليه بالإيد اليسرى. هسه جبناه للإيد اليسرى احنا. ومثل ما قلت لكم لازم نشوف الكاركتر أو الشغل الجاي نشتغله من أكثر من جهة، يعني نشوفه من السايد، نشوفه من الفرونت، نشوفه من التوب، يعني نظل نشوفه بحيث نطبق الاكسسوار اللي استخدمناه بالطريقة الصحيحة. هسه هذا اللايت صار باليد، يبقى بس تدويره والأصابع اللي راح تصير على اللايت. أعتقد هسه راح ندوره قليلا بحيث ما يخترق الإيد، نرفعه شوية، ناخذها زوم. هسه نضبط احنا. هذا التضبيط طبعا ياخذ وقت، يعني تصميم الشخصية ياخذ وقت، اكيد ياخذ وقت، يعني مو بالشيء الهين يعني. نصبر ونشوف احنا الياحد راح نوصل. احنا اذا نريد نشوف المكان الصحيح، يعني نمسك لنا اي شيء ونباوع اصابعنا شلون صايره. نمسك اي شيء، مثلا نمسك لنا لايت اذا عندنا، او قنينه مثلا، شيء اسطواني، ونشوف. هسه احنا ضبطناها خليناها. راح نروح للإيديت، نعدل الأصابع. طبعا هذا الإيديت موشن لاير، لاحظة هذا يشتغل، يعني نأشر مكان العظمة ونفره، نسوي له دوران الأصابع. لاحظ إصبع هو أكو ليفت ورايت، يعني يد يمين ويد يسار، أو الكف، كف يمين وكف يسار. احنا جاي نشتغل بيسار الشخصية، مو بيسارك انت، بيسار الشخصية مثلا، أو يمين الشخصية. تشوف يمين الشخصية شلون طريقة وثبتها عليه، يعني حتى تنعرف. احنا عندنا ميرور إذا كانت العملية 2، بس احنا عندنا وحدة.
جانب واحد. الإيد الثانية هذه ما راح نحركها، راح تبقى ماسك نخلي بيها، يعني تتحرك إذا يريد يمشي، هذه تبقى يعني بحركة نشوفها من نجي للموشن إن شاء الله. نعدل وضعية الأصابع، يعني لا تصير مو بالطريقة الصحيحة. هسه هذا الأصابع جاي نعدل الوضعية ونشتغلها. طبعا هذا الإيديت موشن لاير هذا نشتغل به كل شيء، يعني احنا راح خلال عملنا راح هواي نستخدمه هذا، وخاصة إذا استخدمنا حركتين، يعني مثلا حركة جاهزة أو حركة يدوية، نقدر نشتغل بهذه الطريقة. نسوي كي على التايم لاين ونشتغل الحركة ونزامنها يعني، ونضبط التايمر ماله، التوقيت يعني مالته، حتى تصير حركة مو بطيئة كلش ولا سريعة كلش، تصير حركة اعتيادية. احنا نختار الأصابع، يعني صبع ورا صبع. هذه العملية مثل ما قلت لكم تحتاج إلى دقة وتركيز عالي، دقة وتركيز عالي، لأنها لاحظ أصابع يعني، هسه أصبع وراء أصبع، يلاحظ وضعية الإبهام والأصابع الأخرى يعني، ونراقب شغلنا من كل الجهات، نباوع لما نكمل نباوع نشوف جاي يأثر ما يأثر، يعني المشاهد يشوفه أي إصبع طالع أي إصبع. هسه الوضعية يعني تمام، بس نجري عليها تعديل أخير، لأن هذا الإصبع شوية نسوي له دوران قليل. هذه طريقة الأصبع. احنا هذا اللايت راح يشتغل بالكنترول الفوق، بعدين نشوفه. هسه الإيد ضبطت، قد ما بينا نعدل الإيد. شوف يعني احنا بالايكلون تيجي شخصية جاهزة، ايضا نقدر مثلا نجيب لنا شخصية نشتغلها. اذا نريد نشتغل شخصية بالمايا نوديها 3D Exchange مثل ما تعلمنا. هسه من كملنا هذه الشخصية، نجي طبعا نسوي اتاتش ما بين اللايت والايد، يعني حتى تكون تثبت بالايد. هذه حتى تثبت بالايد، هذا اللايت نضغط عليه، نروح الموديفاير طبعا ونلقى مكتوب اتاج، نسوي ربط بين الايد وبين اللايت. هسه الربط نطلع من النافذة، هسه صار اللايت والايد ثابت. هذه الشخصية الثانية، هي هاي الشخصية الأولى الرئيسية راح تطلع بداية المشهد، وذي الشخصية. هسه نشوف الإضاءة، نشوف اللايت يعني شلون يشتغل. إذا لا يشتغل هو طبعا يشتغل هسه اللايت، بس لكونه احنا ما مخلين لا أرضية لا مخلين حائط مثلا حتى يبين اللايت، لازم تخلي لك فرشية حتى يصير انعكاس الإضاءة عليه. هذه تشتغل. احنا فقط اذا نريد نشتغلها نضغط هذه الدائرة بالكنترول. اذا تلاحظ الدائرة مع الأون يعني هذه الباور، ندوسها وهذه تفتر نطفرها. احنا لغينا. هسه راح نرجع الإضاءة الرئيسية، إضاءة الايكلون، هذه الإضاءة الرئيسية. إذا نريد نحركها نطلع هذه، ندوس هذه العلامة الداش اللي فوق رقم 8 بالكيبورد مال الأرقام اللي موجود باللابتوب، ونتأكد من الإضاءة، إضاءة هيك الوجه، يعني هاي للتأكد. احنا ما نحتاجها لأن احنا بعدين راح نشتغل الإضاءة، الآن نباوع شخصيتنا. إذا كانت شخصية مقتنعين بها نشوفها نثبتها، يعني نحاول أن نحفظها عندنا، وخاصة إذا كان نريد نرجعها بالتعديل أو نرجعها في عمل آخر. وهذا راح نحفظها بالكاركتر، ونحفظها في مكان اسمه الكوستم، راح يطلع زائد ونضيفها. انضافت ننطيها اسم معين حتى الحفظة. ثبتت هسه عندنا هذه الشخصية، ومثل ما ذيك الشخصية الثانية أيضا ثابتة عندنا. احنا كل شيء ثابت ثبتناه.
إذا كان عندك مسلسل لازم تثبت شخصياتك، تسوي لك جروب كامل مع شخصيات. هسه راح نجيب أرضية، نجيب أرضية يثبت عليها، تثبت عليها الشخصية. هذه الأرضية، سوينا الأرضية. هاي الأرضية بيها مشكلة ظاهر بالماتريال مالتها. نحاول أن نضيف لها تكستشر، لون أو خامة معينة من الخامات. نروح الموديفايل، نروح التكستشر مالتها، ونجيب لنا أي أرضية. إذا ما لقيناها على اللابتوب نروح نجيبها من الجوجل. أيضا من الجوجل، هذا فتحنا الجوجل نشوف إن أرضيات كثيرة. بس اكتب باك جراوند، اكتب أي شيء، يعني أي شيء اكتب، حتى اكتب أرضيات راح تطلع لك الأرضية. نحفظها على سطح المكتب، وبعدين نستوردها إلى التكستشر مالتنا الماتريال. دبل كليك وراح نروح للمكان مالتها، وراح نلقاها، نجيبها مباشرة راح تتغير. ممكن تغيير لون، يعني ممكن إضافة شغلات هواي على الماتريال مالت. هسه خلصنا الموديفاير. نبدي هسه بعمل المنزل. احنا طبعا قلنا بالسيناريو ان هذا راح يدخل منزل. اول شيء راح نجيب واحد من الجدران ونسوي له نسخ. هاي الجدران ونجيب له نسخ، هاي نثبته على الأرضية. طبعا خلينا نسوي له سناب، يعني مغناطيسية. نروح للإديت ونختارها من الأوبشن مالته، نضغط على هاي أول وحدة ونطلع منها. هسه صارت عملية سناب، يعني نجر الحائط يتثبت في مكانه. يعني لاحظ، شوفها مغناطيسية صارت بيها. هذه شوية تضبط لنا الحائط مع الحائط الآخر، تجيبه في نفس المكان. هذا السناب من الإديت مباشرة نقدر ناخذه. أو مثلا إذا نريد نسوي كنترول ام همين تصير هاي العملية، يصير سناب، ونقدر نلغيه بعدين إذا ما نحتاجه. طبعا هذه طريقة النسخ شلون تصير مباشرة. يعني نضغط كنترول ونسحبها سحب، راح تصير نسخ. هسه راح تلاحظون الجدار او الارضية. هسه هاي الارضية جاي نسخها، لاحظ اسحبها مباشرة، يعني اضغط عليها تطلع المؤشر هذا، فاسحبها. انا اريد اسحبها على الاكس، اسحبها على الزد، بكيفي حسب ما على ما اكمل المكان. لان احنا وسعنا الارضية، خليناها شوية اوسع. اذا تلاحظ ان الارضية اكبر، يعني الارضية صارت اكبر. هسه البيت راح نسوي احنا حجم الحائط، نسوي حجم الحائط بما يتلائم ويا الشخصية. يعني اذا نريد نسوي لنا مثلا اذا نريد نسوي منزل عملاق، نبين ضخامة هذا المنزل، نكبر به، يعني قد ما بينا نسوي السكيل ونكبره. هسه هذا الحائط، هذا الحيطان، واكو انواع بالايكلون، انواع حائط بباب، حائط بنافذة، حائط هاي. فاحنا نختار الشيء يلائمنا. مثلا احنا بالسيناريو قلنا 3 ابواب بالداخل، 3 غرف، يعني هاي سوينا 3 غرف. وهذا الباب الرئيسي، الباب الخارجي. هذا الباب الخارجي احنا بعدين اذا كان يعرقل الكاميرا يجوز الرفعة. يعني شوف الكاميرات اللي راح نخليهن يجوز الرفعة. نحاول نسرع يعني بالفيديو قدر المستطاع، لأن شغلة تحتاج لها وقت. يعني هسه السقف وحدة فقط، وننطيها سكيل، نكبرها بحيث نغطي بس الغرف، لأن هاي الكاميرا ما توصل لها. احنا قلنا لكم في دروس سابقة ان الشغلة اذا مو قريب عن كاميرا نحاول نترافاها ونخففها من اجل تخفيف المشهد. يعني مو كل شيء. احنا حتى هذا الحائط اللي الباب الرئيسي راح نرفعه بعدين، لأن يعرقل رؤية الكاميرا للمكان، للمشهد، يعني التقاط المشهد. هسه احنا اخذنا ذني البروب كلهن، خليناهن جروب، سوينا لهن جروب واحد، سوينا له جروب حتى
لا شوية تختلط عليه الأمور، نطلع الشخصية. الشخصية كانت في مكان الزيرو، هسه نطلع الشخصية ونحاول نعدل عليها. يعني هاي الدوران خطأ، نرجع. هسه إذا تلاحظ اللايت يشتغل، يعني هذا اللايت جاي يشتغل، اللي بيد الشخصية. بيد الشخصية احنا نحاول أن نشتغل اللايت بطريقة، يعني نروح على اللايت أول مرة نشوفه وين هو ما أعتقد بالبرو، أعتقد بيد الشخص احنا سوينا له أتاتش، فيروح فوق يم ويا الشخص، مو ويا احنا نجيب لنا، طبعا راح نستخدم إضاءتين مثل ما قلنا في المقدمة. راح نجيب لنا إضاءتين نعلقهن بالحائط هذا الأمامي، ونجيب لنا إضاءة أخرى للشخصية على وجهه حتى تجي بشكلها. هسه احنا عندنا إضاءة رئيسية اللي راح بعدين نلغيها، وهذه إضاءة اللايت. نحاول أن نغير لون، لا اللون الأصفر. تقدر هنا تغير أي شيء، تقدر تغير أي شيء باللايت مالتك هذا، تقدر تغير. تلاحظ هسه مثلا شريد أسوي إعدادات الإضاءة، تغير هذا اللون أفضل من الأصفر. بس بعدين من نجيب إضاءة ثانية على وجه هذا الشخص نعطيها إضاءة زرقاء شوية حتى تكون تبين ليل مثلا الوقت. هسه نعدل على إضاءة اللايت، يعني الرينج مالها يعني الحجم، الفيد مال يعني النهايات حتى لا تكون حادة، ونخفف منه قليلا، يعني ما يصير بهالقوة، لأنه هذا لايت يشتغل على الباتري بيده، يعني ما يصير بهذا القوة. هي هاي الشغلات كلها نعدلها. شوف هاي الحادة هسه أفضل، أشوفها أفضل، صارت أفضل. أوكي اللايت خلصنا من عنده احنا اللايت، ونكمل اللوكيشن هسه إذا كلش. احنا الإضاءة هذه يعني تعديلها هنا عندنا الرينج مالتها. إذا لاحظت الرينج عندك إذا نرفعها عنها الديسي يصير الرينج بهالطريقة، فاحنا نفضل أن نرجع الديسي مالتها، وهذا الرينج بهالطريقة. الانجل هذا ايش قد ياخذ هذا اللايت، والفل اوف، هذا الفل اوف التحديد يعني خليها بعدين راح نشتغل. احنا عندنا هذه الغرف كملت، هذه الغرف كملت، راح هذه الغرف. احنا بعدين اذا كانت الجدار يأذينا نقدر بطريقة معينة نلغيه. هسه نجي للبيبان، نسوي الباب. هسه ناخذ باب، نشوف اذا اكو دور. لا هو نفسه هذا الكولوم. ناخذ هذا الدور، إذا نريد نجيبه هنا خليه، هذا الدور نجيبه هنا بهالمكان. هذه الإضافة شوية بيها خطأ، يعني إضافة بيها خطأ الإضافة هذه. نقلص السقف إن رجع له خلف. احنا بالسيناريو المكتوب 3 غرف اكو. الغرفة الثالثة نخلي بيها الشخصية الثانية اللي راح تتصادم ويا الشخصية هذه مالتنا. بس المهم هذا الباب ناخذه، خلنا ناخذ الباب.
إذا تلاحظ الباب البيفلت مالته هنا بهالمكان، يعني الارتكاز بهذا المكان، لأن من ينفتح حتى ينفتح بالطريقة الصحيحة. احتمال مرات يصير البيفلت في مكان غير مكان، احنا هنا منا نقدر نغيره، يعني نخليه هنا بهالمكان، أو نخليه منا حتى ينفتح بالجانب الثاني، فراح ينفتح. إذا شفناه بالوسط نغير البيفل مالته. هذا الباب، هذا الباب راح يدخل هنا. إذا تلاحظه هسه من نريد نفتح الباب، لاحظ إذا نريد نفتح الباب شوف شلون ينفتح. هاي طريقة فتحة الباب، هاي طريقة فتحة الباب. احنا هذا الباب ناخذ نسخة ثانية من الباب، بس ندوس كنترول ومن هاي السهم نجيبه نمشي له قدام. هاي النسخة الأخرى، هاي النسخة الثانية. هذا الباب على نفس الفتحة، ونجي للنسخة الثالثة هنا، صار هناك. هسه إذا لاحظت هي الفتحة، هاي طريقة فتحة الباب. احنا نسد البيبان كلهن، نرجع البيبان كلهن نسدهن. هسه البيبان مسدودة، بس احنا خلينا نسوي لنا تكستشر إذا كلش البيبان الأبواب، نغير لونهن على الأقل، نغير لون الباب. خلنا ناخذ لنا باب، خلنا ناخذ لنا صورة باب نقدر نشوف تصير. هذا دور تكستشر، نسوي دور تكستشر، نشوف واحد من بيبان، باب شوية عندي. خلينا نشوف هذا الباب. إيه هذا الباب زين، نقول له سيف ايمج از، ندبه على سطح المكتب ونشوفه. إذا نجيبه سطح المكتب، إذا نجيب الباب شلون راح يطلع. نجي نشوفه، ندوس اف حتى نوصل هي المشكلة. هذا الباب اكو اشكالية عندنا بيه، بس فقط نعدل الموقع مالته. هذا الباب اوكي. الارتفاع مالته نشوفه، بس شوف الارتفاع مالته شقد ارتفاعه. مضبوط، كنترول زيت. هذا الباب، هذه فتحة الباب. هذا الباب هي شكل ينفتح، هذا الباب هيك ينفتح. ايضا نجي لذني الباب الاخر اللي هو هذا الباب. نشوف الباب وين. هذا الباب احنا نقدر اختصار هذا الباب، ناخذ الدور نفس الحالة. شوف لاحظ اجا مباشرة عليه. نجي للباب الآخر، ناخذ نروح 20 على الحائط، وصار الحائط كله باب. هسه هذه الأبواب هي شكل. احنا هذا الحائط أيضا خلينا نسوي حائط، نبحث لنا عن حائط هم نفس الحالة. نشوف لنا حائط شوية يعني عدل. حائط هذا حلو لونه، الإضاءة اسمنتي، هذا حائط اسمنتي أعتقد، حتى يصير شوية أفضل، أحسن من المكان المابي. هو أساسا هذا الحائط الموجود هنا، هذا أساسا بيه تكستشر، لكن ظاهر اكو خطأ بالإضافة. التكستشرات مالته ما موجودة، كلها رايحة لين طلعت لنا رسالة بالمقدمة. هسه نقول له سيف اس. هذا وول اوكي. وين نذبه؟ على سطح المكتب جي بي جي. نيجي نرجع لها، ناخذ الحائط الأول هذا ونجيبه. هو هذا الحائط إذا تلاحظ. نيجي الحائط الثاني، هذا الحائط الثاني. احنا نقدر نضيف هذه البومب والأوبسيتي، كلهن نقدر نضيفهن حتى
يصير عندنا شوية تجسيم، يصير مجسم هذا الحائط. احنا بالبداية، انت بالبداية للسرعة تقدر تسوي الحائط، تقدر تشتغله، وبعدين تسوي له الكوبي والبيست وتتخلص من هالطريقة اللي يعني تبدو بطريقة مزعجة، يعني كل ساعة تيجي على واحدة واحدة واحدة، شوية صعبة. انت سوي واحد واستنسخ. بس احنا طريقتنا هذه. هذا بعد يا حائط، عندنا حائط. احنا فوق، مو احنا مثل ما قلنا مو قريب من الكاميرا، ولهذا احنا ما راح نوصل له يعني السقف الفوق. احنا هذا الحائط ربما راح يأثر علينا بالتصوير. نخلي كاميرا إذا كلش. خلينا لاحظ ان هذا الشخص إذا نريد ندخل له، شوف إن زاوية ندخل له منا بيها. هذا إذا يفر إيده، هسه هو هذه الشخصية أمام هذا الباب الأول، هذا الباب الثاني. فأنا أفضل أن نخفي هذا الأمام. نشوفه وين هو هذا الأمام، من نأشر عليه نلاحظه هنا. المهم إذا ردنا نخفي هذا الحائط، احنا ما نحتاج هذا الحائط. هذه العين اللي مكتوب شو، نسوي الهيد راحت. نقدر هسه براحتنا، نقدر ندخل براحتنا على الشخصية. نقدر براحتنا ندخل على الشخصية. هذا إذا تلاحظ يقدر يدخل باب أول، باب ثاني. وهذا أيضا نخفيها، ما نحتاجها، اللي هي هذه. شلون نعرفها؟ نضغط عليها مباشرة نعرفها. خلي نكبر السقف، نخليه طالع للأمام قليلا، ولو ربما همينا راح يسبب لنا نطلع للأمام قليل، حتى شوية ننطي بيه الشكل. إذا تلاحظ تبين داخل. هو نقدر مباشرة ندخل عليه ويظل يشتغل. خلينا كاميرا داخل الغرفة، نخليها هنا. ندخل داخل الغرفة. هذا داخل الغرفة إذا تلاحظ. نشوف الباب. طلعنا من الغرفة. إذا تلاحظ هسه مباشرة أيضا شوي ننطيها بعد، ننزل هذا. طلع الآن. اوكي هسه اوكي صارت. احنا هنا نقدر نخلي بعض الشغلات بالحائط. نخلي مصباح، نقدر نخلي مصباح. خلنا نبحث نشوف اكو لايت مصباح. نشوف خلينا مصباح لايت. هذا البروب. نشوف نسوي له لايت، مو بالكوستم، بالأصلي. نقول له لايت، نكتب لايت، ندوس انتر، نخلي اللايت هنا لايت. هسه يبحث عن اللايت. هو راح يبحث لنا راح يطلع لنا بهالمكان. نختاره، يعني مثلا نخلي فلورسين هنا، نخلي مصباح جلوب، ونطفي اللايت اللي بيده. شلون نطفي؟ ندوس هاي، من ندوسها مباشرة. هسه من يخلص هاي، من ندوس هذه. هذا الكنترول مال الفلاش لايت. هو احنا مستخدمين فلاش لايت، هذا الكنترول مالته.
اللي نقدر نطفيه ونقدر نشغله. يعني هذا لايت موجود. هسه خلينا نطفي احنا هذا. إذا لاحظت شوف يطفي وبعدين نسوي الإعدادات مالته. هاي إذا تفتحها أو تسوي الإعداد تلاحظ خفيف، ضوء خفيف. هذا خلينا نطفيه. نجي خلينا نشوف شنو اكو هنا. شمعة، لايت، جلوب، اشتعال. هسه نروح نشوف ربما اكو شي ثاني لايت. نشوف لايت ثاني اذا نقدر. بوينت لاين. هذه كلها اللايتات الموجودة. هاي بارتيكل. عندك هذا اللايت نقدر. لايت تول. هذا اللايت تول. فلورسن نفس الشي. نفس خلنا ناخذ الوول لامب. وول لامب نخليه هنا. شوفوا إضاءته شوية أحسن. وول لامب اللي هي هذه. شوف وين صارت. ليش قلتلكم يعني شغلة لازم تشوفها من كل الجهات حتى تسيطر. شوف وين صارت على المرتكز، على الزيرو، يعني على الزيرو مباشرة تصير على الزيرو. احنا ننزل المكان هسه راح نجيبه هنا وننزلها للداخل ان شاء الله تجي قريبة من الرجل هذا. هذه هي جت هذا شوية تنطي إضاءة أجمل، يعني تنطي إضاءة شوية أجمل إذا داخل البيت. بس نشوفها قريبة، نشوفها على الحائط صايرة. هي صايرة على الحائط. هي جت فت يعني. جت فت. لاحظ الإضاءة مالتها طلعت هاي هنا. هذا الولام. هاي إضاءته. لاحظة هيك أحلى، يعني حتى شكلها بالإضاءة يطلع أحلى. نشوف نلغي الفلورسنت. نلغي هاي الفلورسنت. نجيب وحدة ثانية هي نفسها هاي، نفسها هذه. كنترول ونسحبها. صار عندنا اثنين. صاعدها شوية لفوق، صاعدها للأعلى، يعني نصعدها للأعلى. هاي صعدناها للأعلى شوية تصير هسه. ذني الكنترول مالتين. احنا هذا اللايت ما نحتاجه. بعدين آخر مشهد مثل ما كاتبين بالسيناريو راح يستخدمه. هسه هو هذا البيت شي يحتاج، يعني هم نحتاج لنا مواد هنا، هم نحتاج لنا صورة مثلا، شغلة هنا، أي شيء. يعني ما يصير بيت مجرد هذا، يعني لازم على الأقل أكو شيء. هسه هاي الشخصية وهذا اللايتات. إضاءة حلوة. هذه الإضاءة حلوة. إذا نروح للميني فيو بورد، هاي الصورة تطلع لنا هاي الشكل. احنا بعدين النتيجة إذا تلاحظ هذه النتيجة. هذا الميني فيو بورد. هذه نفسها. شوف شلون أفرها. هذه الميني فيو بورد من تاخذها ويندوز تلقاها موجودة. إذا تلغيها تروح. هسه جيدة هاي، بس نحتاج لنا مواد مثل ما قلنا. نبحث عن المواد. ما عندنا هنا بعد، ما نريد إضاءة. ربما بعدين داخل الغرفة يجوز نلقى شو اسمه إضاءة. هسه مثلا خلينا نشوف. نلقى كرسي. إذا نبحث عن كرسي شير، خلينا نشوف. إذا نبحث ناخذها. احنا ما عادين هذا. المفروض نطلع هاي المواد كلها ونسوي الدرس. ورد.
الورود بهالطريقة. نشوف يعني احنا جاي نكمل محتويات البيت، اشتغلنا يدوي. اكو بيوت جاهزة، يعني ممكن ان نجيب لنا بيت جاهز وننزله بالمشهد مالنا. هسه احنا سوينا المشهد، السيناريو اول مرة انكتب، السيناريو انكتب فرغناه. عندك الشخصيات، بنينا الشخصيات وبقى عندنا فقط الشغل، شغلنا الجاهز، يعني الشغل الجاهز. نجيب هذه نخليها هنا كأنها هي ما تبين كما زين. راحت للزيرو، يعني المكان، هذا المكان مالتها. شوف وينها كبير حجمها جدا. هذه المزارية، هذه الشغل على السبستان. يعني هسه إذا عندنا ملفات يعني ممكن نخليها شكل وننطيها لون. إذا هذه ننطيها لون، نجي للتكستشر ماله وننطيها لون، ننطيها لون، خلينا ننطيها لون أحمر بدون تكستشر. هذا لونها راح يصير، خلينا نسويها حمراء شكلها. هاي هذه طريقتها. احنا بعد هذا المشهد يعني كملنا البيت، كملنا. هاي تبقى شخصية الشخصية الثانية اللي راح تشترك بهذا المشهد، هذا السيناريو. نجي عليه كونتينيو، نجي الكاركتر، نجي الكوستيم. احنا عندنا شخصية العسكري، هذا احلى، هذا احسن. هي الشخصيات جاهزة، يعني احنا مو احنا مسوينها. هذه الشخصية وين نخليها؟ احنا بالسيناريو كاتبين انه في الغرفة الثالثة، يعني الغرفة رقم 3 اللي راح يدخل بيها هذا اللص، شخصية اللص. ايضا هذه خلنا نلغيها، خلنا نمسحها. هاي بعدين اذا نحتاجها نقدر نرجعها مكانها. هسه هاي شخصية اللص، شخصية ابو البيت، هذا هو عسكري، وبالضرورة ان يكون داخل، نقدر نطلعه بالخارج ونسوي مشهد الوحدة، مشهد المواجهة. سوى دخل هنا داخل الغرفة. إذا تلاحظ دخل داخل الغرفة، وهاي داخل الغرفة يعني نفتح الباب، يلا ينشاف. من نفتح الباب يلا نقدر نشوفه. إذا نفتح هذا الباب، لاحظ هذا الباب إذا فتحناه، هذا الباب هذا الرجل خلي الباب مفتوح ونرتب حتى يصير بمواجهته وجها لوجه، بالمواجهة من يفتح الباب بعدين بالسيناريو. قد ما بينا هذا هنا مواجهته، وبندقيته بيده. هو هذا الشخص، شوف إذا تلاحظه هذا بندقيته بيده. هذا الباب فقط، هذا الباب مغلقة. نغلق الباب هسه نغلق الباب. نجي للموديفاير للباب شوية نغمقه، دعوة شوية ننطي هذا اللون بدون كلورس. هذا يصير أحلى هيك. أيضا بقية البيبان شوية نعدلهن، لأن لونهن شوية كلش فاتح جاي أشوفه. نجي للثالث. هاي الطريقة تقدر تسوي كل شيء، يعني غرف، بيوت، أي شيء تحتاجه تقدر تشتغله بهذه الطريقة. هسه احنا خلصنا هذا الميز. أعتقد صغير جدا، فخن كبره. اوكي هسه هذا الحجم حلو. نجي للمزهرية هذه اللي ما بيها ورد،
نقدر نضيف لها ورد، نضيف لها أي شيء كان. المزهرية أيضا نعطيها حجم، خلنا ناخذها نعطيها طول تصير مثل الإخوانة حلوة. نخليها بالقاعدة بحيث قاعدة. هذا هو. هسه إذا نقلها F، هذه ندوس F نشوفها، ندوس F نقدر نشوفها. هسه هي هذه كاملة، إضاءتها حلوة. هسه ايش نحتاج؟ نحتاج فقط التحريك، تحريك هذه الشخصية. واحنا قلنا هو الفيلم كرتوني، راح نشوف التحريك شلون نشتغله. نجي للشخصية الأولى نشوف شو نسوي له. خلينا نسوي حركة فقط للوجه، نسوي حركة الوجه. نجي من هذا فيس بوبت ندوسه، راح يطلع لنا الفيس. راح نسجل حركة الفيس مالته، فيس بوبت. مش ما هذا الفيس بوبت. إذا تلاحظ طلع نشوف، نضغط على بريفيو. ما نحتاج هاي الحلق، ما نحتاجه، نوقفه. هذا الماسك إذا تلاحظ. هسه نحتاج العيون فقط. نشوف بالله، نختار لنا شخصية، نختار لنا واحد ونشوف شلون. هي هذه راح نسجلها. هذه الحركة راح نسجلها ونشوف شلون. او خلينا نشوف نختار لنا حركة اخرى. هذه الحركة نشوفها شنو هي. نريده يلتفت، خلي هذا الشغلة. هاي بعدين ما نحتاجها. هذه شنو؟ شوفها يعني هاي مالت الخوف. ريد حركة عين إذا أكو. شوف الحاجب يتحرك غير شكل، لأن هذه الشخصية تختلف عن بقية الشخصيات. يعني العين مع نشوف هذا دبل كليك. اوكي. المهم ناخذ لنا اي شخصية كانت. نشوف هذا اول واحد. احنا لازم هاي الشخصية هاي بعدين نحتاجها من يدخلوا ويشوف اوكي. خلينا نسجل هذه. هاي اذا احنا نسوي لنا كاميرا، هاي كاميرا رقم 1 سوينا. نجي هنا كرييت، نقول له كاميرا ونشتغل لنا كاميرا رقم 1. هذه اذا تلاحظ هذا ناخذها بهالمكان، نضيف لها موسيقى بعدين. الكاميرا رقم 2 خلينا ناخذها، نروح للبريفيو ونقول له كرييت كاميرا. هاي صارت عندنا كاميرا رقم 2. بس احنا خلينا نروح للبريفيو نشوف اللي هي هاي الكاميرا. هي هذه اللي يروح يتقدم. هاي كاميرا رقم 2. هذه هي الكاميرا. بس خلنا شوية صاعدة. هذا الشخصية نرجعها
هذه الشخصية إذا نرجع هسه نحرك الكاميرا، نحركها إلى مسافة ونتحرك وياها. احنا قبل لا نحركها خلينا نأشر على الشخصية. نيجي هنا للشخصية بالسينز اللي هو هذا الأفاتار، هاي الشخصية، حتى تكون من الدور حوله الكاميرا، من الكاميرا الدور حوله. لاحظوا ذيك الكاميرا، إذا تلاحظ أكو كاميرا أمامية احنا ماخذينها. خلينا نشوف هذه الكاميرا ايش سوت لنا. بطيئة جدا. نقدر ندوس F3 راح يطلع لنا هذا التايم لاين. نجي للكاميرا، ننزل جوا نلقى كاميرا حتى نضيفها. هذا الافاتار، هذا البروب كله مثبته. هاي الاكسرسايز استخدمناها. هذه كاميرا، هذه كاميرتين، هاي كاميرا وهاي كاميرا. هاي الكاميرا رقم 2. إذا تلاحظ هذه الكاميرا نيجي هنا نقول له fit to windows. هاي صار. لاحظ ان المسافة كلش طويلة، قللها حتى الكاميرا تتحرك بشكل سريع. هسه هو راح يتحرك. احنا هذا الكاميرا خلنا نلغي هذا المكان شوية، نحرك الكاميرا بطريقة احسن. خلنا نثبت الشخصية، نضغط على الشخصية أول مرة، هذا الافاتار، هاي الشخصية، ونجي نحرك بس كون الحائط ما يطلع لنا. هذا الحائط طلع لنا الحائط. شوية نفرها، نحركها هيك حتى يبين متجه نحو الباب، نشوف شنو صار. سريعة جدا. حتى نبطئها نزيد هذه المسافة. تلاحظ نزيد هذه المسافة ونشوف شغلنا بعد. أيضا سريعة، لا نريدها بطيئة ولا نريدها سريعة كلش. احنا نجرب هسه نشوفها. اوكي، بهذه هو راح يتحرك. نرجع هنا الى بريفيو. دائما نتأكد بان احنا راجعين لبريفيو. هسه ننطي حركة مشي. شوف موشن، شوف المشي موف، هذا مشي. او عندنا حركات كرتونية، خاصة يعني. خلنا نطلع من هذا، نروح للموشن، نروح كرتون. اكو حركات كرتون موشن. هذه كرتون موشن. شوف اكو بيها موف، هايدل، هذه موف. والله شلون راح يمشي. شوف طريقته بالمشي. هسه هاي طريقته بالمشي. إذا تلاحظوا يا حد وصل هو واحد. نضربه مرة ثانية. هسه ننطي حركتين. خلينا نحفظ البروجكت. سيف بروجكت. احنا سميناه فيلم، اللي هو هذا. افضل حفظه احسن. هسه خلينا نشوف. اوكي، هسه هو مشى منا اللي هنا، لاحظ هذه الكاميرا، اكو كاميرا تشوفها، هاي كاميرا رقم 1. بعدين نضبط الرجل. هسه
مشى، هذا واحد، وبعد نمضي مشية ثانية أحد يوصل، أو ندوس F3 نرجع للشخصية ونسوي لها كوبي. هذه الشخصية هذه ووك وهذه الووك، إذا تلاحظ نقول لها كوبي، كليك أيمن نقول لها كوبي، نجي هنا بالمكان الفار ونقول له بيست، نقول له بيست. لاحظ إذا ندوسها أكو هذه البداية، هذه البداية اللي تسوي ميكس بين الحركتين اللي ما تسبب أي إشكالية. لاحظ هسه هو راح وصل لهنا. احنا هنا راح نحركها، هاي الشخصية راح نحركها لهنا. احنا على البريفيو بس شوية نمشيه حتى نشوف، حتى نسيطر على المكان. هسه لاحظ نقدر نسوي له باث، خلينا نشوف والله. صارت الحركة طويلة. إذا نرجع شوية، بعد نرجع ونشوف. اوكي، كنترول زد تسوي له نلغي واحدة من الحركات، نلغي هذه، هاي الحركة، وهو اللي هنا راح يوقف. شوف هسه جاي يزحف جاي يصير. نجي نجيبه هنا شوية، خففه. اوكي، هذه احنا خلينا نشوف الكاميرا. يا كاميرا راح تاخذها، خلينا نشوف كاميرا. هاي الكاميرا، هذه الكاميرا راد لها تصحيح، لان احنا حركنا بالشخصية وراد لها تصحيح. اذا نجي للكاميرا نلغيها ونسوي لنا وحدة ثانية. هذه كاميرا لغت، بقت عندنا كاميرا وحدة اللي هي هذه الكاميرا. هذه الكاميرا. اوكي، وقف. احنا من يوقف راح نخليه يلتفت. من وقف هنا من وقف نجي للموشن، عنده وقوف لازم ايدل. خلينا نشوفه، هذه الوقفة مالته حتى نسوي له مسك ستاند. هذا اوكي، اللي هي وين ستاند، هاي ستاند، هذا ستاند راح يوقف. بس من وقف رفع ايده، لاحظ وقف رفع ايده. بس احنا نروح للبريفيو، ناخذها فرة شوية. نجي هنا نروح موديفايل، يجي هنا نعدل بالايد. هذه ايد اليمين هو عنده، ننزلها للاسفل. ناخذ الساعد وننزلها هذا اللايت. نمسح، نلغي الدومي مالته بالبداية. بس إذا تلاحظ هسه نخليه يفتح الباب. نسوي الإيد الثانية، هذه الإيد الثانية نشوفها منين، وين راح تروح. راحت من هناك. أوكي، هسه ناخذه من زاوية ثانية.
إذا لاحظت هو هذا مثل الخايف أشوف هذا خلي الباب ينفتح للدفع، خلي الباب ينفتح للداخل مو للبرا، للداخل. هي أبواب الغرف دائما تنفتح للداخل. هذا لهنا خلي له حركة هنا كي نمشي شوي لقدام حتى يدفع. هسه نخليه يدفع الباب. نروح نفس المكان هذا للإيد، هذا الإيد نخليها، هذا إيد أو نخليه يفتر، خليه يفتر فرة، يفتر بجسمه. نعم يفتر من وخليه يدفع الباب. لاحظ ان الايد ما واضحة يمنجي بس تطلع بالحركة. هاي حركة الرجفة، حركة الرجفة شوية ما حلوة. ناخذ حركة ثانية إليه، لأن هذه أشوفها ما أدري شلون، إن هي حركة كرتونية يخلوها بها رقصة. وهاي نريد مو ايدل ايدل ايدل. هاي نفسها شوفها نفسها. إذا ما نروح للكرتونية، نروح للحركات العادية، الحركة العادية. أنا عندي ستان، هاي الحركة العادية نخليها، اللي هو وقف رجع مشي يوقف هنا، اللي هي هذه نجيبها نخششها. إذا تلاحظ صارت حركة يعني أفضل من ذيك الرجفة. وبعدين نسوي الإيد. هسه من يوصل هنا نخليه يدور، هنا نخليه يدور جسمه حول نخليه يدور بالجسم. لازم نسوي له هنا أول مرة كي نضيف. هذا دور واحد، هذا النمش، هذا شنو؟ هذا الانيميشن مالته نخلي له كي ورجعه. هسه خلينا نشوف. رجع بطريقتنا. نشوف هسه هذا يجي هنا، يجي هنا دفع الباب. لازم شوية لقدام مشيها وهي حركة ايده حتى يبين وكأنما جاي يدفع. فتح الباب
بدون لا نقول له افتح. هذا الدور، هذا نلغيه. كانت الحركة نختار كلها حركات جاهزة، حركة يتقدم الشخصية، اللص يتقدم حركة أمام، وبعدين نخليه يرجع للغرفة الثانية، يعني يجي غرفة غرفة يدخل بيها. نحاول بعد الانتهاء يعني الرندر هذا الفيديو. لاحظ احنا سوينا له حركة مشي عادي، يعني مشينا وصلنا. شوف هذه الإضاءة يعني ترفع، هذه الحركة تلاحظ الكيات، كل كي بين يدوي وبين حركة جاهزة نعدل بيه. ونجيب الإضاءة يمه. من يوقف هنا راح ننطي حركة للغرفة الثانية، يعني يفتر للغرفة الثانية. لاحظ ان الكاميرا احنا اختارينا تقريبا 8 كاميرات، هاي كاميرا، هاي كاميرا، هاي كاميرا ثالثة، فيفتر. فحتى لا يبين عندنا خطأ نحاول نروح مباشرة على الكاميرا. احنا راح نستخدم بالبروجكت على التايم لاين موجود سويتش. نختار نضع الماوس وكليك ايمن ونختار كاميرا، ونختار اسم الكاميرا، يا كاميرا من عندهن نختارها، كاميرا 1، كاميرا 2، كاميرا 3. هاي الكاميرات كلهن نجهزين. فتصير انتقالات ما بين مشهد ومشهد، ونضيع الخطأ إذا كان موجود بالانيميشن، يعني بالحركة. دائما الحركة يصير بها خطأ، يعني إذا تلاحظ الحركة دائما يكون هناك أخطاء كثيرة، وخاصة إذا كان ندمج بين اليدوي والجاهز. هسه نروح للرندر. من نكمل هاي نروح للرندر، نرندره حتى نحوله إلى فيديو، وبعدين نخليه بالبريمير. احنا راح نستخدم بالبريمير أو الافتر افكت إذا قدرنا. احنا للأسف الشديد هذا الفيديو صار به قطع، يعني قطع بالحركة. وهذا اللي ألمنا يعني. وإن شاء الله بالدروس أخرى عندنا هم نفس الشيء، شلون نسوي الانيميشن، شلون نسوي الحركة. لكن هي الحركة بعد هي واضحة، حركة جاهزة احنا استخدمنا. هسه نروح نجيب الرندر. رندرنا حفظناه بمكان، حفظناه. لاحظ الإضاءة ذيك إضاءتين فوق استخدمنا خلينا، وهذا اللايت بيده ما استخدمنا أي إضاءة أخرى. كاميرات أكثر من كاميرا أخذنا، يعني هاي كاميرا رقم 1. إذا تلاحظ الكاميرا الثانية يتقدم من الأمام سويناها، هاي الكاميرا رقم 2. ومن يوصل تجي كاميرا رقم 3، يعني هنا راح يصير عندنا قطع توصل إلى كاميرا. احنا راح نختار المؤثرات الصوتية والفيديوية. صوت نحتاج صوت وقع أقدام وموسيقى وصوت إطلاق نار وصوت شخصية مناسبة، لأن بالأخير يرمي هو. هاي الأصوات احنا ثابتة جاي نستعرضها. لاحظ طبعا هذا التسجيل مو الفيديو، سجلته بعدين يعني. هي هاي مشكلة صارت عندنا احنا. المهم سجلت تقريبا نص عندنا والنص الثاني ضاع يعني. هسه راح يكمل الرندر تاخذ لها وقت. مثل ما قلنا استخدمنا عدة كاميرات، واستخدمنا عدة إضاءات، وهذه الشخصيتين. الرندر بعد ما يكمل الرندر، طبعا بعد ما يكمل الرندر نروح نفتح البريمير، نسوي لنا بروجكت جديد. نجيب كل الموجود اللي خليناه بداخل فولدر، يعني نجيب الفيديو اللي طلعناه اللي خرجناه من الايكلون، نجيب المؤثرات الصوتية اللي كنا واضعيها. يعني مثلا وقع أقدام إذا ما عندك تلقى بالجوجل أو
قصدي باليوتيوب، أو تروح باليوتيوب نفسهم هم ينطونك وقع أقدام. احنا موجودة عندنا هذا يعني موجودة حافظينها عندنا. يعني انت خلال عملك تحفظ اصوات، تسوي لك، تخلي لك بهارد، تخلي لك هاي الامور كلها، الافكتات كلها سواء كانت صوت صورة، فتجيبها. يعني احنا راح نستخدم، لاحظ، راح نستخدم الرمي، الاطلاقة، الصوت زائد مؤثر، يعني صوت ومؤثر. المؤثر هو الانفجار، الإطلاقة والصوت مالتها. لأن البندقية هذه مو بندقية طبيعية إذا تلاحظها، يعني بندقية كرتونية. نحاول أن نطبق الفيديو، الصوت مع الصورة، يعني نطبق الاثنين سوية، صورة وصوت كل شيء. سجلنا بعض الهمهمات، بعض يعني أصوات بشرية. هذا بالأخير يحكي، إذا تلاحظ يحكي. احنا فقط سوينا عليه حركة الأصبع، سوينا عليه حركة الأصبع. هذه الشخصية العسكري، يعني سوينا له أصبع لما يتحرك يصير انفجار الإطلاقة، ويصير وياها مباشرة صوت. إذا تلاحظ هسه هو هذا المشهد، يعني يفتح الباب ما يلقى شيء. هنا أضفنا همهمة، يعني حكي، أضفنا همهمة. هاي لاحظ، هو يجي يدخل ماكو، من يطلع الوجه، وجه هذه الشخصية الأولى، ضفنا صوت، يعني صوت بشري سجلناه عندنا، الصوت البشري هذا. نختار فتحة الباب، يعني الباب من ينفتح بصوت الباب، فهو هذا صوت الباب. هذا صوت الباب. نختار، عندنا عدة أصوات، اللي عندنا بابين راح ينفتحن، فما ممكن أن نخلي نفس الصوت كل واحد نخلي لوحده. طبعا هاي من يمشي نسوي صوت وقع الأقدام، أقدامه، يعني من يمشي أقدامه من يمشي نسوي الأقدام مالته. هذه هو كمل. احنا عندنا الحركة فقط. هذا الفيديو يعني غابت عنها الحركة، التعليم، يعني شلون نسوي انتقالة الحركة. بس الحركة مو بالصعوبة، لأن هذه مو حركة معقدة، ما بها حركة معقدة، فقط مشي للأمام وتدوير، ومشي أيضا للسايد إلى أن يوصل كلها حركات جاهزة مع تعديل الحركة يدويا. يعني حركة جاهزة مع تعديل الحركة يدويا. هسه احنا جاي نشتغل ببرنامج البريمير، ما اشتغلنا بالافتر افكت، لان بالتسجيل الاول كان بي افتر افكت، بس يعني للاسف فقدت التسجيل وارجو المعذرة. يعني كان سجلت صورة وصوت، يعني نفس اللحظة اسجل واحكي، لكن راح. هسه جاي اعيد الجزء الثاني اللي هو هذا الجاي الان. انا جاي اتكلم والفيديو امامي وجاي اشرح عليه، يعني فهذا صار خطأ، يعني والخطأ مو بيدنا. هذا لاحظ جاي اضيف عليه المؤثرات. انا كلها مؤثرات. هنا بالبريمير كل شيء تقدر تخلي، يعني تقدر تخلي مؤثر صوت، مؤثر صورة، يعني تجيبها. وما شاء الله اليوتيوب والجوجل إذا تبحث المواقع ينطيك مجانية مؤثرات، سواء كانت فيديوية أو مؤثرات صوتية مثلا. احنا موجودة عندنا وضفناها. إذا تلاحظ هاي مسارات الأوديو ومسارات الفيديو شلون مشتغلين، يعني الصوت اما مضخمينه، اما يعني فكل مسار صوتي الى درجة من درجات الصوت، يعني الدي بي مالته.
فواحد عالي واحد ناصي. استخدم يعني أنت لازم تهيئ الموسيقى وتهيئ هذا، إن كلهم تهيئن يعني قبل المشهد. يعني أنت عندك تصور كامل عن المشروع مالتك، ايش تحتاج من صوت، ايش تحتاج، هاي على الورق. يعني هاي الورقة يمك انت مخلي لك سيناريو ومفرغها وتشتغل عليها، تكتب احتاج فلان شيء، يعني بالضبط مثل الفيلم اللي يعملونه، مو كرتوني، الفيلم الدرامي اللي جاي يخرجونه يثبتون كل المعلومات اللي تخص الفيديو، المشهد، يعني كل مشهد لحاله. طبعا هذا العمل هو مشهد واحد، وعمل غير معقد. احنا سويناه غير معقد لسبب، لان حتى كنا نشرح عليه ونسيطر عليه، لان احتمال ياخذ يعني وقت، ما نريد الوقت يتجاوز كلش، يعني ما نريد يتجاوز الساعة وساعة ونص، يعني هواي واحد ما يتحمل أن يشوف له درس بهذا الطول، يعني بهاي الفترة الزمنية الطويلة. فنحاول أن نقلل. يعني احنا اختصرناها لكم بسبب لأن احنا عندنا دروس سابقة. إذا ترجع للدروس تعرف، يعني هي مثلا درس الحركة، دروس الأتاش، دروس تصميم الغرف، هذه كلها موجودة احنا عندنا، يعني كلها موجودة عندنا. أنا ما أريد أشرح مثلا عن البريمير الآن، لأنه البريمير هي عملية مونتاج، وأنت حسب ذائقتك وحسب نظرتك الجمالية للمكان. احنا يعني ناخذ موسيقى، هذا من فيديو سابق عندي بيه موسيقى أجنبية للطريق، الموسيقى الباكجراوند، الخلفية الشخصية اللي تمشي. يعني نحتاج إن دائما نحتاج موسيقى حتى ناخذها. أخذتها من فيديو سابق عندي، هو ضمن قناة كارتون شو، موجودة عندي وحدة، فجاي أضيفها الآن. هسه احنا جاي نشتغل بالبريمير، لما يكمل البريمير راح نصدره التصدير النهائي، ونشوف النتيجة النهائية بإذن الله شلون يطلع هذا العمل. طبعا العمل سريع جدا سويناه، إذا تشتغله أنت بطريقتك راح تشوف العمل عندك ما راح يتعبك، ما راح تطلع به أخطاء. قصدي هو ما يتعب، هو ممتع. يعني بس اكو شغلات مثلا تضيع عليك، وخاصة في الايكلون هواي مواد، هواي بروبس موجودة، فانت كلين خلين جروب واحد حتى تكون تسيطر على شغلك. الآن هذه هي المؤثرات الصوتية والفيديوية. مؤثر احنا عندنا الفيديو فقط اطلاق النار، ومؤثر صوتي ايضا صوت اطلاق النار، يعني نطبقهن اثنينهن. هسه اشتغلنا الموسيقى. طبعا الموسيقى هي نفسها راح تكون من الاول فيديو الاخيرة، هي نفسها، بس ندخل عليها مؤثرات اخرى. يعني هي تبقى اذا ماكو استخدام مثلا للسلاح، استخدام للمشي، وقع الاقدام، ممكن ان الموسيقى هي تمشي لحالها ولوحدها. إذا تلاحظ هذه كلها عمليات المونتاج جاي نشتغلها. هسه لما تقريبا راح يكمل
إنتاج هذا الفيلم راح يكمل، نخلي له مقدمة ونخلي له نهاية، نخلي له تايتل نكتبه بالعربي نكتبه بالإنجليزي. فأنت بطريقتك شلون راح تكتب التايتل تقدر تكتبه. لازم تخلي له تايتل إذا تريد تسوي لك عمل، يعني تخلي له عنوان، تخلي له هاي. احنا في هذا العمل ما خلينا أي عنوان للعمل، فقط كتبنا كارتون شو تقدم ودخلنا على العمل. يعني قلنا هذا العمل من إنتاج كارتون شو. فتشوف هاي طريقة يعني نسوي نيو تايتل ونكتبه. كتبناه بالإنجليزي لأن هذا ما يدعم عربي إلا ببرنامج آخر، احنا ما نحتاج العربي، نريد نكتبه بهذه الطريقة. هاي التايتل النهاية. نحاول نضبط التايتل. طبعا التايتل جزء من جسد الفيلم، يعني التايتل سواء كان الأول أو النهائي هو جزء من جسد الفيلم، يعني عليك الاهتمام به. أحيانا التايتل ياخذ وقت يعني هواي، خاصة إذا بإفكت بشغلات. فأنت طريقة التايتل شلون تريد كتبه، تريد تخليه لوحده بخلفية سوداء، تريد تضيف له مثلا إفكت آخر متحرك صورة شغلة تقدر تستخدمه. بس الاهتمام بالتايتل كلش مهم، يعني لأن هو اللي يجذب المشاهد في أول وهلة. بالإضافة لبقية الشخصيات. يعني لاحظ هذا الفيلم يعني تقريبا ضفنا التايتلات، ضفنا المؤثرات وما عندنا شيء. هنا باستطاعتك مثلا تشتغل بالافتر افكت لتغيير الكلر، يعني اللون، تسوي لون سينمائي. لاحظ ان هذا اللون يعني لون مو مقنع بالنسبة لي، يعني اشوفه. لكن بالافتر افكت تقدر تعدل وتصحح الالوان، واحنا عندنا درس احنا رندرناه بالايكلون هذا الفيلم. وانت حتى لا تحمل كمبيوترك برامج ثانية وتتحول بيناتهن، رندر على الايكلون بشكل مباشر. اشوف انا افضل، يعني حتى عمل مقنع بالنسبة اذا تريد تعرضه باليوتيوب. لكن هذا فيلم اذا ردت ان تشتغله في لأجل مهرجان معين، لا مو بهالطريقة. يعني راد لمزيد من الاهتمام، وخاصة فيما يتعلق بالإضاءة اللي إلها تأثير كبير على المشاهد. هسه احنا راح نكمل تقريبا، كملنا ضفنا الإضافات كلها. هنا راح نسرع، يعني شغلات بيها تسريع، لنشوف الحركة اللي سويناها بالايكلون حركة بطيئة شوية، سرعت. هنا تقدر تسرع، تقدر تضيف. يعني انت بالبريمير تقدر تستخدم شغلات ثانية من اجل ان يطلع النتاج مالك بالصورة المقنعة إلك وللمشاهد. هسه هو الفيلم كملنا، راح نحفظه، نخلي له التايتل النهائي. إذا كملنا التايتل النهائي كملنا، يعني همينا بنفس الطريقة نروح نيو لاير، نسوي تايتل، نيو تايتل، ونكتبه كما نريد بالإنجليزي، أو إذا تريده بالعربي يعني ممكن أن تروح للفوتوشوب تشتغله بالفوتوشوب شغلات معينة، يعني وتجيبه هنا على طريقة البي اس دي، لأن يتوافق مع برنامج البريمير. راح تثبت وراح يكون التايتل مالتك أجمل. احنا قلنا أن التايتل له تأثير رئيسي وتأثير كبير لجذب المشاهد. يعني فيلم بدون تايتل ما أعتقد يؤدي الغرض، وخاصة أن المشاهد يريد يعرف منو اللي اشتغله، منو
اللي قام بهذا العمل إذا كان جميل مثلا، يعني حتى تكون قريب من المشاهد من خلال هذا التايتل. احنا هذا الفيلم سوينا له تايتل بسيط أيضا على خلفية سوداء. احنا نقدر مثلا نكتب التايتل على الفيديو هذا الموجود، على نفس الفيديو تطلع هو الفيلم جاي يتحرك، والتايتل يطلع له بالأسفل مثلا إلى أن ينتهي. بس أنت بعد هو طريقة المونتاج أنت تعرفها أكيد، يعني شلون طريقة المونتاج. احنا ما راح نشرح المونتاج، وإذا تريدون شرح مثلا للبريمير وشلون نمنتج وشلون نقطع وشلون نضيف، سواء كان نضيف إفكت للأوديو أو إفكت للفيديو، نقدر نشرحها. لاحظ ان التايتل كملناه، احنا هذا كملناه ونحاول ان نصدره الان، نصدره HD اللي راح راويكم النتيجة النهائية هسه بعد ما نصدره نسوي HD. وهسه حفظناه في سطح المكتب، نحفظه في المكان يعني بالفولدر اللي احنا عيناه، يعني على ما يكمل الرندرة. هو الفيلم احنا سويناه قصير حتى لا ناخذ وقت بالرندر حتى نشوف النتيجة النهائية. اعتقد هو هذا اول فيديو احنا بكارتون شو لفيلم كامل، يعني انتاج مشروع كامل. صارت عندنا مشكلة بالتسجيل وعذرونا بيها، لكن نوعدكم ان في تطبيق آخر راح نطبق الشغلات اللي مرينا عليها مرور الكرام، مرينا عليها بشكل سريع. أنا أعرف أن أكو شغلات مرينا عليها مرور سريع، لكن المستخدم الآيكلون المستخدم هذه راح يعرف الطريقة، لأن هي مو مشكلة، يعني مو شغلة صعبة. لأن الحركة اللي راح أشرح عنها اللي احنا مرينا عليها بشكل سريع وماكو فيديو إلها، لأن المسح حركة جاهزة موجودة من ضمن الحركات الموف، يعني الوولك المشي، حركة المشي. هو هذا من أخذناه. هسه راح نشوف حفظنا النتيجة النهائية، نشوفها، نشوف النتيجة النهائية للفيلم شلون راح يطلع مع الصوت. خلينا نشوفها، خلينا نشوف النتيجة. وهنا نودعكم طبعا، لا تنسون شاركوا الفيديو واشتركوا بالقناة، ومع ألف سلامة. نترككم مع النتيجة النهائية لهذا الفيلم، ونطلب منكم المعذرة عن كل خطأ يعني مو بيدنا كان. ومع ألف سلامة شاهدوا الفيلم.